مستمعينا في كل مكان في الوطن العربي، مستمعينا في كل مكان في أرض الكويت الحبيبة، وكمان في بلدي جمهورية مصر العربية. معاكم حاتم النجار وفقرة بعنوان هذه هي الكويت. أنا بتكلم النهاردة من واقع الماضي اللي أنا عشته مع دولة الكويت، من واقع حياتنا اللي عشناها، طفولتنا، حياتنا في بدايتها كانت في دولة الكويت. الكويت بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، حياتنا وطفولتنا البريئة اللي عشناها. أنا كحاتم والدي الله يرحمه كان مدرس أول لغة إنجليزية في دولة الكويت، حافظ لحد دلوقتي اسم المدرسة، مدرسة الروضة الثانوية. وكنت عايش في منطقة اسمها حوالي أو في حي النجرة. أنا بنطق الاسم زي ما كنت بنطقه وأنا طفل صغير في الكويت. فاكر مدرستي الابتدائي اللي اتعلمت فيها، مدرسة التفوق الخاصة في الجبرية. وفاكر لما طلعت على مرحلة متوسطة كنت في مدرسة ابني الأثير. وفاكر كل حاجة في الكويت، فاكر شارع المغرب، وفاكر جنينة حديقة الحزام الأخضر، ودي كانت فسحتنا. الكويت بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا وحشتنا، عايزين نشوفها تاني وعايزين تفضل معانا في قلبنا وتفضل معانا في تفكيرنا. أنا مش ممكن أنسى مطار الكويت الدولي في السبعينات. على فكرة أنا كنت هناك بالظبط في 1974 وغادرت الكويت نهائي في 1982. عشت أحلى أيام طفولتي في الكويت، عشت أحلى أيام طفولتي مع شعب الكويت، أطيب شعب في العالم، شعب مضياف، شعب كريم. هنطلع دلوقتي نستقبل مكالمة من مدام هدى دفعتي على فكرة في مدرسة التفوق الخاصة. هي أقدر واحدة تحكي لنا عن تاريخ الكويت، إيه التطور اللي حصل، وإيه ذكريات الطفولة، وإيه حكاياتنا مع دولة الكويت الشقيقة. هنطلع ناخد مكالمة دلوقتي ونرجع نكمل بعد الفاصل. الخليج العربي طبعا. أول علم وقفت حييته كان علم الكويت. طبعا. أول نشيد وطني غنيته كان للكويت. رغم انتمائي الشديد لمصر وحبي الشديد لمصر، لكن الكويت ليها مكان يعني زيها زي مصر بالظبط. لذلك يعني في الأحداث الأخيرة، يعني لما الرئيس قال مسافة السكة ولما الكويت وقفت مع مصر في الأحداث الأخيرة، كان شيء يفرح، لأن الواحد حاسس النصين بتوع قلبه الاثنين شبكوا في بعض زي ما الواحد طول عمره نفسه. يعني احنا مقسومين نصين، نص هنا ونص هناك. أكيد. الكويت ليها فضل كبير على كل اللي اتربى على أرضها، ويكفي إن احنا يعني، ودي حاجة أنا دايما بفتخر بيها، إن احنا نلنا شرف التعليم في الكويت. احنا تعلمنا أحسن علام مع أحسن مدرسين من جنسيات مختلفة، يعني كان فيهم المصريين وفيهم السوريين وفيهم الفلسطينيين وفيهم العراقيين. كل مدرس حط بصمته بقوميته وبانتمائه العربي. أكيد. طب لو لسه هقول يعني عندي كلام كتير، بس مش عارفه اقول ايه ولا ايه يعني. انا عارف بس مدام هدى عايزه اوضح لحضرتك او اوضح للمستمعين نقطه مهمه جدا. مدام هدى خريجه مدرسه التفوق الخاصه في الجبريه، مظبوط كده يا مدام هدى؟ لا، انا كنت في الابتدائي كنت في مدرسه التفوق الخاصه. تمام. ومتوسط كنت في مدرسه حفصه المتوسطه، وفي ثانوي كنت في ثانويه طليطله. فاكره ذكرياتك مع المدرسه، مع المنطقه اللي كنت ساكنه فيها؟ كنت ساكنه فين يا مدام هدى؟ احنا سكننا في كذا منطقه. احنا كنا الاول ساكنين في ميدان حوالي، جنب ثانويه عبد الله السالم. تمام. وبعدين انتقلنا، رحنا سكننا في السلميه جنب مستشفى المواساة. تمام. مدرساتي الحمد لله، يعني انا بفضل الله عامله جروب على الفيسبوك باسم ثانويه طليطله، في مجموعه كبيره جدا من المدرسات اللي كانوا بيدرسونا والاخصائيه الاجتماعيه اللي كانت عندنا في المدرسه، وفي عدد كتير من طالبات المدرسه، يعني هنقول ايه، من مختلف بقاع الارض. كلنا بنتشارك في حب الكويت وحب المدرسه. اللي من استراليا واللي في كندا واللي في الاردن واللي في مصر واللي حظهم حلو لسه ما زالوا في الكويت يعني. وكلنا بنفتكر حاجات حلوه كتير كتير كتير. يعني يكفي ان لما حد بيحط صوره مثلا نقول ايه لمطعم المدرسه او
للطبق اللي كنا بناكل فيه الوجبه بتاعت المدرسه، او فاكره انت لو الايام دي؟ تفتكر الفنجان بتاع شوربه العدس ده كان الله. من الحاجات اللي كلنا كنا بنحبها. ايوه انا عايز الكلام ده. بتاعت المدرسه اللي كان عليها صوره الامير. الله. لا حاجات حلوه كتير قوي 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 يعني. اكيد طبعا اكيد. طب فاكره معايا زمان كان في سينما في الكويت اسمها سينما الاندلس، فاكراها؟ طبعا سينما الاندلس كان بيتعمل فيها مهرجان سينما الاطفال، مظبوط. وكانوا الدكتور عزت ابو عوف والفور ام عملوا فيها حفله. وكان في برضه لو انت تفتكر بقى ده للناس العواجيز اللي زينا بقى، كان في فرقه البندلي، عائله بندلي. كانوا طبعا عملوا برضه حفله في اظن 78 او 79، كانت برضه معموله على مسرح سينما الاندلس وكده. دي اخواتي الكبار هم اللي حضروها، انا ما حضرتهاش، لكن كان عندي تسجيل على شريط كاسيت للحفله كلها، وما زلت محتفظه بيه عندي الحقيقه يعني، رغم ان الصوت ما بقاش واضح فيه، لكن انا بعتز بيه جدا يعني. طب انا هفكرك بحاجه بقى، تمام؟ اكيد انت ناسيها. فاكره زمان في سينما الاندلس كان بيعرضوا فيلم عمر المختار اللي هو النسخه طبعاً. العربي، تمام؟ ده كان له اعلان كبير على ستاند كبير في الحته اللي هي قدام يعني المنطقه الفاضيه اللي هي عبال ما تدخل من الرصيف اللي هو بتاع الشارع لغايه السلالم بتاعت السينما دي، كانت يافطه كبيره جدا جدا جدا. طب فاكراها طبعا يعني، انا كاني لسه شايفاها قدامي دلوقتي يعني. طيب وفاكره مسرحيه السندباد البحري بتاعه عبد الرحمن عقل تقريبا، مش كده؟ عبد الرحمن العقل حضرناها في مسرح المعاهد الخاصه. تمام. انا فاكره صديق والدي الله يرحمه الدكتور مصطفى شاهين، اخذنا انا واختي واولاده نرمين ومحمد، وكنا مجموعه كبيره، كنا حوالي 10 اطفال يعني وقتها، ورحنا حضرنا الحفله. وما زالت اغنيه بلادنا حلوه دي يعني الله. من احب الاغاني ومن الحاجات اللي احنا غنيناها وما زلنا حافظينها لغايه دلوقتي يعني. الله. انت عارفه المسرحيه دي انا كحاتم حضرتها حوالي 3 مرات من كتر حلاوتها. والله من كتر حلاوتها. عبد الرحمن كان غير طبيعي طبعا، فنان جميل عبد الرحمن، فنان الكويتي، بنحييه كلنا. بس عايز اقول لك على حاجه مدام هدى، فاكره بقى وهفكرك بحاجه اقوى من كده. فاكره مثل التفوق بقى والاحداث بتاعتها وانا عيال صغيره، تتشر نجوى الله يرحمها. يا جماعه على فكره عايز اوضح لكم نقطه، مدام هدى والدتها الله يرحمها استاذتنا كلنا، استاذه نجوى دي كانت استاذه الانجليزي في المدرسه. وكان دايما هدى لو تفتكري معايا كان اول ما تشوفني تقول لي يا حاتم تاخد عسليه، اللي هو المنتج المصري الجميل بتاعنا. الله يرحمها. هي اولا ماما كانت بتحب تلاميذها جدا، لدرجه احنا نفسنا كنا بنغير منهم ان هم يعني ان هي بتحبهم وبتهتم بيهم يعني ايه، او كنا بنتصور وقتها انها بتهتم بتلاميذها اكتر من ولادها شخصيا يعني. طبعا العسليه مش نوع حلويات خاص بمصر يعني، مش موجود في دول عربيه اخرى يعني، معمول من العسل الاسود. ماما كانت بتاخده معاها على اساس تكافئ بيه الولاد اللي بيجاوبوا معاها كويس او بيذاكروا كويس. وسبحان الله في كتير من تلامذتها يعني من مختلف الجنسيات ما زالوا بيفتكروا ان هي كانت بتكافئهم بالعسليه. حتى كان في رشا العقاد كانت بتزور مصر قريب يعني في برنامج تدريبي، فبقول لها يعني عايزه تاخدي معاكي ايه وانت راجعه الاردن، يعني عايزين قالت لي احنا نفسنا في عسليه من اللي كانت تيتشر نجوى الله يرحمها بتجيبها لنا. الله يرحمها. يعني غالي والطلب رخيص يعني نجيب عسليه وكده، بس طبعا شكل العسليه اليومين دول اختلف عن ايام زمان يعني شويه، لكن الحمد لله يعني في ناس لسه فاكرين ان ماما كانت الله يرحمها كانت بتجيب لهم عسليه وبتكافئهم بيها يعني وبيفتقدوها. فاكره الفنان شادي الخليج واغانيه الوطنيه في احتفالات الاعياد الوطنيه؟ وكلما زادت المحن، انا الاغنيتين دول لما بسمعهم بعيط كتير جدا جدا جدا. ليا جاره برضو في العماره سودانيه كانت برضو زينا متربيه في الكويت، كانت في فجر الصباح. فمره كانت نازله السلم وكان وقت احتفالات العيد الوطني 25 فبراير، فانا كنت مشغله يعني انا عامله زي بلاي ليست كده فيها كل الاغاني الوطنيه اللي كنا متعودين عليها في الكويت واحنا صغيرين، فكنت مشغلاها يوم 25 فبراير، فلقيتها بتخبط عليا الباب،
فبتقول لي هدى انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ خليتيني وانا نازله السلم بعد ما نزلت وسمعت الاغاني، رحت طالعه قلت لا هدخل اقعد مع هدى اسمع هي الاغاني دي فكرتني بالايام الحلوه وكده. قلت لها تعالي. انا كل يوم 25 فبراير مع نفسي كده ولوحدي بحتفل بالعيد الوطني، وبفتكر ازاي المسيرات اللي كانت بتبقى ماشيه على شارع الخليج، وازاي الالعاب الناريه كانت في السماء، كنا بنطلع فوق السطوح العماره نتفرج عليها. قلت لها لا طبعا كل الحاجات دي، واخواتي الكبار كانوا بيمشوا في المسيرات يعني، لان بعد في وقت من الاوقات بعد معاهده كامب ديفيد وكده، من تضامنا يعني مع الشعب الفلسطيني يعني الدوله قررت عدم يعني ان هم يعملوا المسيرات بتاعه العيد الوطني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكده. فاللي حضر الاحتفالات القديمه قبل ما يحصل القرارات دي لا يمكن ينسى منظر المسيرات والناس ماشيه، وكل وزاره عامله موديل خاص بيها كده بتعبر بيها عن فرحتها بالاحتفال. لا طبعا يعني الكلام عن الكويت يعني ما يخلصش ومش يعني منه. صعب انه يخلص. طيب يعني وفي ناس بتستغرب يعني ليه الواحد عنده هذا الانتماء الشديد، لكن انا بقول يعني الواحد اول ما هتف قال عاش الامير، والحاجات دي لسه موجوده جوه الواحد. السنه اللي فاتت كانت الكويت تستضيف شرف المهرجان القاهره للكتاب، وانا اول ما دخلت الجناح بتاع الكويت يعني جالي حاله هستيريه من البكاء الشديد وانا بشوف البوم وكده، لدرجه البنت نفسها اللي واقفه في المعرض قالت لي انا مش مصدقه ان في حد بيحب الكويت بالشكل ده. قلت لها انا في زي كتير يعني ثانيه واحده، انا حاله نادره من نوعي يعني. لا كل اللي اتربى هناك وفي الوقت بتاعنا احنا بالذات كمان عنده انتماء وحب شديد جدا للكويت. طيب هدى، عايزين في اخر المكالمه نقول كلمه للشعب الكويتي، هديه من الشعب المصري عشان خاطر احداث للاسف المؤسفه اللي حصلت الاربع ايام اللي فاتوا من تفجيرات لجامع الصادق في الكويت. عايزين نقول كلمه للشعب الكويتي، تقولي له ايه؟ انا مش هقول كلمه للشعب الكويتي، لان الشعب الكويتي والشعب المصري مصيرهم واحد، وكلنا قلب واحد وكلنا ايد واحده. مصر فتحت حضنها للكويتيين وقت الغزو سنه 90 مظبوط، والكويت وقفت مع مصر وقت 30 يونيو، وده مش غريب لا على المصريين ولا على الكويتيين. احنا كلنا مصهورين بميه واحده ومعجونين بميه واحده. اكيد. اللي حصل عندهم اترد عليه عندنا، يعني زي ما حصل تفجيرات هناك احنا برضو حصل عندنا تفجيرات. هنفضل كلنا ايد واحده، وهنفضل القوميه العربيه هتفضل موجوده، وهيفضل وقفه مصر مع الخليج، لان مصر هي ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا. وزي ما الكويت وقفت مع مصر وقت 73، ومصر وقفت مع الكويت سنه 90، ورجعت الكويت وقفت مع مصر في 30 يونيو، هي هات وخد، وكلنا اسم واحد وبناء واحد. صعب ان انت تفصل اي حته منه عن الثاني. اكيد يا مدام هدى، ودايما الشعب المصري والشعب الكويتي شعب واحد، صله قرابه، صله نسب، وصله اخوه في الدين وفي العروبه وفي كل حاجه. انا بشكر حضرتك جدا يا مدام هدى، وان شاء الله هيكون لنا مشاركه ثانيه ان شاء الله قريب. وانا متشكر جدا، انت رجعتيني حسب 30 سنه لورا. تحيه للبرنامج الجميل ده، وتحيه لكل من عنده وفاء للكويت وايامها زيك وزيي وزي ناس كتير قوي. وهقول ايه، حفظ الله الكويت اميرا وحكومه وشعبا. اللهم امين. اشكرك جدا يا مدام هدى، اشكرك.